السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولادي الغاليين طلبة تانية ثانوي الشعبة الأدبية والشعبة العلمية. بنكمل مع بعضنا إن شاء الله. درس ظهور الإسلام طبعا قسمناه على جزئين. الحلقة اللي فاتت شرحنا طبعا زي ما شفتم المرحلة السرية والمرحلة الجهرية، وشفنا كيف تصدت قريش طبعا للدعوة الإسلامية بأربع أساليب، أسلوب طبعا الشائعات والأكاذيب والتفاوض والإيذاء، وختمنا بالمقاطعة الاقتصادية، وطبقنا كده بعض أسئلة مش كتير على الجزء اللي احنا شرحناه. ودلوقتي برضه هنعمل زيه، نخلص بقية الدرس إن شاء الله ونطبق بجزء برضه من الأسئلة عليه، وبعد كده ناخد مراجعة بقى على الدرس كله، اللي هو طبعا ظهور الإسلام. بداية هنكمل بقى أساليب الرسول صلى الله عليه وسلم في مواجهة طبعا أعداء قريش. الرسول صلى الله عليه وسلم نبي يا جماعة، ويهمه ان الدعوه تستمر. هم طبعا قريش اتبعوا اسلوب القوه والعنف، اسلوب القوه والعنف معهم طبعا ما ينفعش، ولذلك اول اسلوب الرسول اتبعه كان اسلوب اسمه الحكمه والموعظه الحسنه. ليه؟ يعني الرسول ما كانش بيرد العداء بالعداء. احنا كده كبشر، في واحد ممكن ينرفزك وممكن يمد ايده عليك ومش عارف ايه، انت ترد انت راح عليه، والاخر ممكن نموت بعضنا ونروح السجن والى اخره. وفي واحد مهما اتشتم واتبهدل يعني يبقى عنده لين كده في الرد على الشخص طبعا اللي قدامه. الرسول كان كده صلى الله عليه وسلم، ولكن مش ضعفا ولا حاجه، الرسول يريد الحفاظ على الدعوه. يا جماعه يعني المسلمين مثلا قول 100، قول 100، قول يا سيدي 200، انما قريش اكتر من 2000. فلو حصل صدام عسكري بيننا وبين بعضنا طبعا هيبقى في صالح قريش، وكده المجتمع ينهار. هنقتل واحد منهم يقتل واحد مننا، هنقتل واحد منهم يقتلوا 10 مننا، وتصير بقى قريش بقى اخذ طار وحرب بيننا وبين بعضنا، وكده الدعوه هي اللي خسرنا طبعا في الاخر. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع اسلوب الحكمه والموعظه الحسنه، ويرى ان ذلك الاسلوب يا شباب اشد اثرا من استخدام القوه، وان الدخول في حرب بين ابناء قريش يعني تفكك المجتمع. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم اتبع هذا الأسلوب، الكتاب واضحة لأسباب اجتماعية مش دينية، لا مش دينية خالص. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد الحفاظ على المجتمع، إنه ما ينهارش ونخش في صدام طبعا مع بعضنا. يعني مثلا أما يجي له واحد اسمه سيد بن حضير، كان جاي يقتل النبي، فطبعا سيدنا عمر الخطاب شافه رايح فين، قال لي رايح أقتل محمد. فسيدنا عمر على حسب ما قرأت كان هيطير رقبته بالسيف. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له دعه يا عمر، تعالى يا أسيد، انت جاي ليه؟ قال له يعني معنى الكلام جئت لأقتلك فإن دينك يفرق بين المرء وزوجه، والكلام اللي انتوا حافظونه ده. قال له يا أسيد يعني معنى الكلام اسمع ما أقول لك، فإن أعجبك فخيرا وإن لم يعجبك افعل ما شئت. شفت الأسلوب الجميل؟ بيقول له أنا هقول لك على حاجة لو عجبتك خير وبارك، ما عجبتش يا سيدي اعمل اللي انت عاوزه ان شاء الله حتى تموتني. وقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يزيد عن 3 دقائق، والرسول صلى الله عليه وسلم اقنعه بالاسلام. تخيل بقى لو من الاول الرسول قال له يا عمر طير رقبته، شوف بقى كانت هتبقى مشكله في مكه. اهل طبعا اسيد بن حضير مش هيسيبوا طبعا مين؟ مش هيسيبوا طبعا الرسول ولا عمر ولا الصحابه طبعا كلهم. اذا الرسول اتبع هذا الاسلوب، وذلك حرصا على المجتمع، اسباب اجتماعيه. اللي بعده الصبر والتحمل. لقي المسلمون ألوان من العذاب لا يحتملها بشر، وما زلت يا شباب بكرر هذه الكلمة، لا يحتملها بشر. لكن اللي كان بيهون عليهم الرسول وهو معدي عليهم كده يقول لهم كلمة جميلة زي ما قال كده سيدنا سيدنا عمار بن ياسر، صبرا آل ياسر. طبعا السيدة سمية وسيدنا عمار بن ياسر لقوا ألوان من عذاب ما لم يحتملها بشر. السيدة سمية والشهيدة في الإسلام كانوا قلعوها خالص من هدومها وعلقوها من رجليها، تخيل الكفر بتاعهم، وضربوها في كل مواطن جسمها ماشي لغايه ما ماتت، اول شهيده في الاسلام. لكن الرسول لما كان بيقول لهم هذه الكلمات الجميله كان بيهون عليهم كل اللي بيشوفوه، لانهم كان اكيد انهم شايفين الجنه قدامهم، وطموحاتهم كده بتزيد، والعذاب ده كانوا بيعتبروه مرحله لازم هتنتهي، لكن اللي عند ربنا طبعا خير وابقى اللي هو الجنه. كان يدعوهم الى الصبر والتحمل. كذلك زي ما قال لهم كده صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. كذلك أيضا إنقاذ المستضعفين. اوعى تنسى النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش قائد دين وبس، كان يعتبر قائد دولة في مكة، بس الدولة ظهرت في المدينة زي ما احنا عارفين. مش معنى ان انا نبي ومثلا وعم ابو طالب حميني اسيب الغلابة، لا.
مش معنى ان ابو بكر الصديق من اغنياء مكه وقريش ما يقدرش تقرب منه يبقى يسيب الغلابه، لا. اسمع، انقاذ المستضعفين. كان الرسول واصحابه يشعرون بحجم المسؤوليه الضخمه. المسؤوليه الضخمه دي تجاه الغلابه، الفقراء، الضعفاء، العبيد، اللي قريش كل يوم عماله توريهم اشكال طبعا واصناف من العذاب. وكان لديهم الاصرار والرغبه على تحملها. الرسول انا طبعا انا مسؤول عن الناس دي كلها، وابو بكر وعمر مسؤول عن الناس دي كلها، وعندهم رغبه هنتحمل المسؤوليه الناس دي كلها. ولذلك اسمع، حرصوا على انقاذ المستضعفين الغلابه، فقاموا بشراء العبيد كشراء يعني ابو بكر طبعا لسيدنا بلال بن رباح. طبعا سيدنا ابو بكر كان ماشي في يوم، لا طبعا سيدنا بلال بيعذب، وتقريبا اللي كان بيعذبه كان اميه بن خلف. فيعني سيدنا ابو بكر يعني حب يحرر، يعني حب يشتري سيدنا بلال وينقذه من التعذيب. فكنت قرأت يعني ان أمية بن خلف الكافر بيقول لسيدنا بلال أبيعه لك لو اشتريته بدرهم. يعني بيقول له انا ممكن ابيعه لك حتى لو انت دفعت في درهم. يعني كده أمية بن خلف بيستهين بسيدنا بلال بن رباح، بيقول له ده حتى ما يجيبش درهم. فلكن سيدنا ابو بكر ما قالوش خد درهم وهاته، لا، حب يرفع من شأن سيدنا بلال. قال له اشتريه منك ولو ب100 درهم، لو انت طلبت فيه 100 درهم، وطبعا ده كان مبلغ كبير جدا جدا عند العرب، انا ممكن ادفعهم لك. فيعني عاوز اقول لك ان قد ايه كان سيدنا بلال يعني بيتعذب، وقد ايه سيدنا ابو بكر كان جميل لما اباني اسمه اميه بن خلف حب يهينه ويقول ده ما يجيش درهم، لا ده انا اشتري منك لو انت طلبت حتى في 100 درهم، لانه غالي عندنا سيدنا بلال ابن رباح، وفعلا اشترى وحرره. ده اسلوب. اما بقى الاسلوب الرابع اللي هنقف معاه شويه البحث عن مراكز طبعا جديده طبعا نشر الاسلام في خارج مكه. بص يا حبيبي، المسلمين راحوا الحبشه، الرسول صلى الله عليه وسلم راح الطائف، الرسول بدأ يعرض نفسه على القبائل، الرسول راح المدينة. كل ده العامل المشترك بينهم هي الكلمة دهيت. يبقى سبب الهجرة الحبشة الإيذاء والتعذيب والتنكيل، والهجرة الطائف أيضا الإيذاء، والطواف على القبائل الإيذاء، وكذلك الهجرة إلى المدينة طبعا موضوع الإيذاء. تمام. يبقى مع زيادة التعذيب والتنكيل بالمسلمين كان التفكير في مكان آخر آمن للمسلمين فرارا بدينهم. أيوة طبعا ما ينفعش نقعد في مكة يا جماعة، ما ينفعش. ليه يا مستر ما ينفعش؟ أيوة طبعا لو قعدنا في مكة كل اللي في مكة هيموتوا. أيوة ده ما ينفعش كده، الدعوة هيتم القضاء عليها، ما ينفعش، لازم نمشي. لأنه قلت لك في الأول إحنا بشر، بعضنا ممكن يستحمل وبعضنا ما يستحملش التعذيب بتاع مين؟ بتاع مكة. مهم فرارا بدينهم من بطش قريش، وطبعا زي ما احنا عارفين انقاذا للدعوة ونشرها طبعا خارج مكة. أول مكان الهجرة إلى الحبشة. طبعا اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبشة. ليه؟ قال والله لأن ملكها على دين سماوي. تمام، ادي الأمر الأولاني. وكان معروفا بالعدل ولا يظلم عنده أحد. أهم حاجة الصفة دي. تم اختيار الحبشة لأسباب ممكن نقول دينية، دين سماوي غير الدين الوضعي. تمام. الأمر الثاني صفة العدل. يبقى بص يا حبيبي، يجي لك في الامتحان اختار الرسول صلى الله عليه وسلم الحبشة لأسباب ممكن سياسية. أيوة طبعا عندها ملك ملك حاكم، خلاص الحاكم. تمام. ممكن ننفع نقول أسباب دينية، ممكن على دين سماوي. ممكن نقول أسباب اجتماعية، إن هو طبعا معروف بالعدل ولا يظلم عنده أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم روحوا الحبشة. طبعا كلنا عارفين حبشة لو طلعوا طبعا من مكة كده يمشي لغاية اليمن، ونعدي طبعا مضيق باب المندب دهوت، ونيجي طبعا دي بلاد الحبشة اللي هي حاليا دولة أثيوبيا. نيجي الحبشة. طيب تمام. وبعد ما نيجي الحبشة هنعمل ايه بقى؟ قريش هتسيبنا؟ لا، قبل بس نقول موقف قريش هنقول على حاجة. الهجرة الحبشة دي تمت على مرحلتين اتنين. في العام الخامس من البعثة، يعني أول ما احنا قلنا البعثة قعدت 3 سنين دعوة سرية، الدعوة الجهرية بدأت في العام الرابع. يبقى في العام الرابع ده والخامس آخره اشتد الإيذاء، فهاجروا طبعا إلى الحبشة. وأيضا في العام السابع من البعثة أثناء الحصار يا حبيبي، فاكر المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية دي كانت في العام السابع من البعثة، لما اشتد الحصار والمقاطعة الاقتصادية والاجتماعية ولا عارفين ياكلوا ولا يشربوا، بعضهم هاجر إلى الحبشة. يبقى دلوقتي الهجرة الحبشة ديت مرت على مرحلتين اتنين. خلاص،
في مجموعة مشوا في العام الخامس ومجموعة مشوا في العام السابع أثناء طبعا الحصار. ودي خلي بالك ممكن نقول كانت الهجرة إلى الحبشة لأسباب. ينفع أقول لا مش قصدي بقى هم راحوا اختاروا الحبشة ليه؟ لا، أقول المرحلة الثانية من الهجرة للحبشة دول كانوا لأسباب، ينفع أقول سياسية ولا اقتصادية مثلا يعني، ولا دينية، ولا مثلا عسكرية. تاني بقول المرحلة الثانية اللي هي في العام السابع من البعثة، العام السابع من البعثة كانت الهجرة إلى الحبشة لأسباب. خلاص، يعني مشيوا وسابوا مكة ليه؟ مش اختيار الحبشة، لأسباب. طبعا هي كانت أثناء الحصار. طبعا الحصار ده كان عسكري؟ لا طبعا. سياسي؟ لا طبعا. اقتصادي؟ اللي هي المقاطعة الاقتصادية. وممكن كمان أضيف معاها الاجتماعية. يبقى المرحلة الثانية من الهجرة الحبشة كانت لأسباب اقتصادية واجتماعية، اللي هي طبعا كانوا هاجروا أثناء المقاطعة اللي قريش كانت عاملاها على بني هاشم. طبعا موقف قريش من الدعوة طبعا من الهجرة الحبشة، عملوا سكتم؟ لا، أرسلوا عمرو بن العاص داعية العرب، وأرسلوا عبد الله بن أبي ربيعة. أنا قلت لك قبل كده قريش مش عاوز الإسلام ينتشر، عاوزين كل شبه الجزيرة العربية يبقوا زيهم على الدين بتاعهم، على القرف اللي هم عايشين فيه. على طول أرسلوا الاثنين دول، عمرو بن العاص، عبد الله بن أبي ربيعة، محملين بالهدايا إلى ملكها النجاشي ليعيد إليهم المسلمين. رشوة يرجع لهم المسلمين. طيب يا باشا، راحوا للنجاشي. موقف النجاشي؟ موقف النجاشي من مطلب قريش، طلب أن يسمع منهم. قال لهم لا 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 لا، أنا مش هسلمكم المسلمين قبل ما أسمع منهم. أنا سمعت منك يا عمرو بن العاص، وسمعت منك يا عبد الله بن أبي ربيعة إن كنتوا الناس دول مش كويسين وأتوا بدين جديد وإلى آخره. أسمع بقى منهم كمان. تمام. وفعلا ليستطيع الحكم عليهم. وكلكم عارفين وشاطرين النجاشي في ذلك الأمر يتصف بالعدل. يتصف بالعدل، الحكمة والعدل، إن هو ما سمعش من طرف واحد. وفعلا وأرسل في طلب أصحاب رسول الله، ودار حوار بينه وبين جعفر بن أبي طالب. جعفر بن أبي طالب على فكرة المهاجرين الحبشة دول كانوا حوالي 13 حسب ما قرأت في بعض الكتب، يعني مش كتير. وكان المتحدث بتاعهم سيدنا جعفر بن أبي طالب أخو سيدنا علي، وفي نفس الوقت طبعا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم لما سمع منه بعد كده طبعا رفض النجاشي بعدها تسليم المسلمين. وكده طبعا محاولة قريش بقت بالفشل. يبقى كده المسلمين راحوا فين؟ الحبشة. تمام. الحبشة ليه؟ ملكها على دين سماوي، قلناها في الأول، ولا يظلم عنده أحد. المرحلة اللي بقول الهجرة الحبشة تمت على مرحلتين اتنين. في مجموعة مشيت في العام الخامس من البعثة، ومجموعة مشيت في العام السابع أثناء الحصار. موقف قريش ما رضيوش يسيبوا الدين ينتشر. أرسلوا اتنين، عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص، إلى النجاشي محملين بالهدايا حتى يرد إليهم المسلمين. النجاشي طلع عاقل ورفض أن يسلم إليه المسلمين قبل أن يستمع منهم. وبعد ما استمع من سيدنا جعفر بن أبي طالب طبعا رفض تسليم المسلمين. كده الراجل اتصف بالحكمة والعدل، إنه ما سمعش من طرف واحد. الخطاب ده مش هنحفظه، ولكن لازم نفهمه. ممكن يجيب لك منه عبارة في الامتحان ويقول لك نستنتج من النص المقابل كذا، ويقول لك 4 إجابات تختار واحد. الكلام ده بتاع مين؟ سيدنا جعفر. اسمع بقى الأول، اللي بيقول السؤال الأول ده النجاشي بيسأل سيدنا جعفر، بيقول له ما هذا الدين الذي فرقتم فيه قومكم؟ إيه الدين بتاعكم ده؟ ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من هذه الأمم. انتوا سبتوا الأديان كلها، المسيحية واليهودية وجايين بدين جديد، ومش عاجبكم حتى الدين بتاعي ولا دين ولا أي دين خالص. سيدنا جعفر قال له الآتي: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية. هيبدأ يعد له الحاجات الوحشة اللي كانوا بيعملوها عشان بس ننسخ في الكلام. قال له: نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، الحاجات الميتة، بطة ميتة، فرخة ميتة كانوا بياكلوها، ونأتي الفواحش، الحاجات الحرام اللي هي زي الزنا والعياذ بالله، ونقطع الأرحام، ممكن نخاصم عمنا ب10 سنين وعمتنا وخالتنا، ونسيء الجوار، نعتدي على الجار بتاعنا، مفيش أي حق للجار، يأكل القوي منا الضعيف. طبعا كلها صفات وحشة جدا 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 لما تبقى موجودة في إنسان. فقال له فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع، يعني نترك ما كنا نحن نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة اللي هي الأصنام والأوثان،
وأمرنا، اسمع بقى اهو، بيقول له حاجات جميلة أمرنا بها محمد تتفق مع الفطرة فعلا البشرية. أمرنا بصدق الحديث، يعني ما نكذبش، ونأدي الأمانة، ما ناكلش الفلوس الناس، ونصل الرحم، نزور قرايبنا ما نقطعهمش، ونحسن الجوار، والكف عن المحارم، ما نعملش الزنا ولا لعب الخمر ولا شرب الميسر ولا غير ذلك، والدماء يعني ما نقتلش، ونهانا عن الفواحش، وقول الزور ما نكذبش، وأكل مال اليتيم الغلبان مش أب، وقذف المحصنة، نهانا عن طبعا أكل مال اليتيم. قذف المحصنة ده إن واحد يقول على حد حاجة ما عملهاش، يقول لك مثلا فلان بيكلم فلان، فلانة بتكلم فلان، الحاجات ديت طبعا ما نقولش الكلام ده، حرام. قذف المحصنة خاصة لو الشخص ده ما عملش الحاجة ديت، ده حرام كبير جدا جدا عند ربنا. وأمرنا، خلي بالك دي حاجات جميلة تتفق مع الفطرة البشرية اللي سيدنا جعفر إيه قالها، ما جاش يعجب بالكلام، كلام صح كله حلو. وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، كلام جميل. وحرمنا ما حرم علينا، قال لك مثلا الربا حرام، قال لك الخمر حرام، الزنا حرام، ما نعملش الحاجات دي. وأحللنا ما أحل لنا، قال لنا ما ناكلش الميتة وناكل حاجة الصحية، نذبح مثلا خروف، نذبح الجمل أو غير ذلك، ماشي، ما نسرقش، خلاص ماشي ماشي. فعدا علينا قومنا، يعني اعتدوا علينا. الحاجات الجميله دي كلها تتفق مع الفطره. النجاشي يا جماعه يعني ذهل بالكلام، كلام منسق كله جدا جدا جدا. بيقول له احنا كنا على كده، فعدا علينا قومنا يعني اعتدوا علينا، فعذبونا وفتنونا عن ديننا. يعني ايه فتنونا؟ يعني تنون مثلا يعذبوا بعضنا لغايه ما ارتد عن الاسلام تاني ورجع للكفر، ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا. قول له بقى في الآخر، شفت بقى الكلام، بيقول لك إن سيدنا جعفر في الكلام ده كان ينفع يبقى سفير بلغة اليوم دي كده، سفير، كان متحدث جيد. بيقول له إيه بقى؟ فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا، يعني منعوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلدك، جينا لك أنت. يا سلام، الأرض مليانة ملوك، كان ممكن يروحوا مصر، كان ممكن يروحوا العراق، كان ممكن يروحوا مثلا الشام، كان ممكن يروحوا بلاد فارس، كان ممكن يروحوا اليمن. بيقول له ايه؟ خرجنا الى بلدك واخترناك على من سواك. اسمع الكلام الجميل ده اهو. ورغبنا في جوار، نفسنا نقعد عندك. ورجونا، نفسنا بقى الا نظلم عندك. الله، ختمها سيدنا جعفر بكلام جميل جدا منسق. وعشان كده في الاخر فعلا النجاشي استجاب لطلبه وقال له انتم امنين واقعدوا عندي، وقال لعمرو بن العاص وقال لعبد الله بن ابي ربيعه الهدايا اللي انتم جايبينها خدوها طبعا وارجعوا بها. ده كان الهجره الى ايه؟ الحبشه. اما الهجره الى الطائف، فين الطائف يا مستر؟ الاول اهي، ادي مكه، الطائف في جنوب مكه حوالي 200 كيلو. مين اللي هيروح الطائف؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم. طيب هيعمل ايه؟ ايه اللي خلاه يروح؟ اشتد ايذاء، برضه زي ما قلت لك من شويه، ها؟ بس المره دي فقد رسول الله اكبر سند ليه، زوجته السيده خديجه، وكذلك عمه ابو طالب. كتاب بيقول لي وضيقت الخناق عليه، قريش بدات تحاصر النبي. طب يعني ايه يا استاذ تضيق الخناق عليه؟ قاعد مثلا عند الكعبه، قوم اشخطوا فيه، قوم ما تقعدش هنا يا محمد. بدا يستهينوا بيه، حتى ان بعضهم يعني كان بيرمي القاذورات عليه وهو في الكعبه ساجد في الكعبه بيصلي قدام الكعبه، قاذورات القرف بتاع البيت، ذبح مثلا خروف او حاجه، الحاجات دي كلها جاي يشيلها في طشت كده ورميها على النبي صلى الله عليه وسلم. اذا قريش بدات تضيق عليه الخناق، بدات تاذيه، بدات تضايقه. تمام، يعمل ايه؟ بدا يدور على مكان جديد لنشر الدعوه، وخرج الى الطائف املا ان تكون يعني ممكن تكون تلك المدينه افضل من مكه. اذا الرسول حريص على نشر الدعوه الاسلاميه، مكه مش نافعه، ادور على مكان ايه؟ على مكان تاني. المهم راح فين بقى؟ طبعا راح الطائف. الطائف، اهل الطائف طبعا يعني تعرض الرسول للايذاء، رفضوا الدعوه. ده مش كده وبس، طلعوه وامروا غلمانهم صبيانهم الصغيرين سن مثلا 10 15 12 سنه، اصطفوا صفين كده اهو، واخذوا يقذفون النبي صلى الله عليه وسلم الحجاره. كتاب بيقول لي حتى ادميت قدمه الشريفتان، رجليه، تخيل، رجليه نفسها جابت دم، رجليه جابت دم صلى الله عليه وسلم. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم لم ييأس ودعا ربه ثم عاد الى مكه، اللي عاوز اقوله تاني يا جماعه، النبي صلى الله عليه وسلم رحله الطائف راحها، او نقدر نقول ارتبطت، نقول كده يا جماعه ارتبطت
رحلة الطائف بظروف، ظروف ايه بقى؟ دينية، اقتصادية، سياسية، اجتماعية. تاني، ينفع اقول ارتبطت بظروف دينية، ينفع اقول ارتبطت بظروف سياسية، ينفع اقول ارتبطت بظروف اجتماعية، ينفع اقول ارتبطت بظروف اقتصادية. تعالوا نقولها مع بعض. رحلة الطائف ارتبطت بوفاة السيدة خديجة ووفاة عمه أبو طالب، الاثنين في سنة واحدة، 10 من البعثة. حتى أنه صلى الله عليه وسلم سمى هذا العام بعام الحزن زي ما احنا عارفين. إذا الرحلة إلى الطائف ارتبطت بظروف اجتماعية، إن الرسول فقد أكبر سند ليه طبعا زوجته وعمه. ثم بعد ذلك عاد إلى مكة. يعمل إيه؟ ييأس؟ يقعد ساكت؟ لا طبعا. بعد العودة إلى مكة بدأ في ما يسمى بالطواف على القبائل. يعني الطواف، أطوف بقى القبائل، أعرض نفسي عليهم بقى، خاصة في المواسم زي موسم طبعا الحج. كتاب بيقول لي بعد العودة من الطائف بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في مواسم الحج. ليه؟ يطلب منهم إيه؟ كتاب بيقول لي الإيواء والنصرة. الإيواء والنصرة، يعني الإيواء والنصرة، خدوني عندكم، خدوني عندكم. تخيل، خدوني عند، اسمها الإيواء والنصرة. الإيواء، خدوني عندكم. تمام. وبدأ يعرض نفسه على القبائل. طبعا في موسم الحج في قبيلة اسمها الخزرج، في خدناها قبل كده، قاعدين فين؟ في يثرب. كانوا جايين إلى مكة في موسم الحج. عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وقال لهم الدين الجديد، فأسلموا وآمنوا. وكان عدد الذين أسلموا 6. العدد كان كام؟ 6. ماشي يا جماعة؟ طيب، من الرجال. المهم ال6 دول أجابوه ورجعوا لمين؟ ليثرب. تخيل، خدوا بس الفكرة ونطقوا بالشهادتين وخدوا الفكرة ورجعوا. لا معهم قرآن ولا معهم كتاب أحاديث ولا معهم أي حاجة خالص. ومع ذلك رجعوا السنة اللي بعدها إلى رسول الله في مكة ومعاهم 12. أو بعد مرور عام أهو قابل وفد من يثرب، ماشي، طبعا في مكان يسمى طبعا إيه؟ العقبة، بين مكة طبعا ومنى. فكانت بيعة العقبة إيه؟ الأولى. ثم مر عام آخر وكانت بيعة العقبة إيه؟ الثانية. بص يا حبيبي، هو ال6 راحوا أول مرة، تمام، أسلموا. رجعوا السنة اللي بعدها جايبين معاهم 12 واحد فيما سمي ببيعة العقبة إيه؟ الأولى. بيعة العقبة الأولى دهيت كانت في موسم الحج سنة 12 من البعثة. 12 من البعثة، فاضل له بقى كمان سنة ويهاجر. طيب ال 12 دول قعدوا فين؟ مكان اسمه العقبة ده، زي ما الكتاب كده كاتب، يعني ربنا يرزقكم الحج كده إن شاء الله. لو قلنا مثلا مكة، وفي مكان اسمه إيه؟ منى. منى دي طبعا اللي فيها رمي الجمرات. ما بين مكة ومنى دي حوالي 4 أو 5 كيلو. طبعا يعني الحجاج الحمد لله مشيناها طبعا في موسم الحج، يعني مسافة مش كبيرة. العقبة دي هنا كده بالظبط. تمام. قعدوا مع الرسول وبيعوه. بيعوا على ايه بقى؟ ده اللي يهمني. النبي صلى الله عليه وسلم، انت فاكر هي كنا بنقولها من شويه اهو، لما عرض نفسه على القبائل يطلب منهم الايواء، حد ياخدنا عنده، حد يحميني، حد ينصرني. تمام. اسمع، دول بيعوه على الايمان بالله ورسوله ومكارم الاخلاق بس. اهي مكتوبه اهي، ومكارم الاخلاق بس. احنا مؤمنين ونشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، واللي هتقول لنا عليه نعمله هنعمله بس. ال 12 رجعوا الى يثرب معاهم ال6، يبقى كده كام؟ 18. رجعوا السنه اللي بعدها، اللهم صل على النبي، كده جايبين كام؟ 73 رجل وامرأتان. 75. يبقى لما نقول في 18 في الاول وكمان 75 يبقى كده كام؟ حوالي 93. بس المره دي ال 93 دول من الاوس والخزرج بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الدفاع عن الاسلام. دي اللي انا عاوزها بقى، ونصرته. يعني لو جيت لنا في عيننا الاثنين يا رسول الله هنحميك، يبقى قريش بس هي تقرب لك. اذا ده الفرق بين بيعة العقبة الاولى والثانية. اذا في الاولى 12 في العام الثاني عشر من البعثة، دي في العام ال13. عدد دول 12، دول 73 رجل وامرأتان. في الاولى الايمان بالله ورسوله ومكارم الاخلاق بس. اما في الثانية الدفاع عن الاسلام ونصرته. الرسول صلى الله عليه وسلم كان مستني دي، كان مستني دي. وتحقيقا لهذا الهدف
ان كنتوا هتنصروني في المدينه لازم العمل يبقى منظم في المدينه. دلوقتي انا قلت لك هم 18 و75 93 هيروحوا المدينه وهينصروا النبي لما يروح لهم، بس لازم العمل يبقى منظم. تحقيقا لذلك قال لهم الرسول انتخبوا منكم 12 نقيب. يعني ايه؟ انتخبوا 12 يديروا الامر عندكم فين؟ في المدينه لغايه ما اجي لكم. احنا 93 ممكن نختلف مع بعض في المدينه، طبعا عادي، ده عاوز يعمل كذا وده يقول له لا، ونعمل كذا وده لا لا وده، وممكن نختلف مع بعضنا في المدينه. يبقى الصح يبقى لنا ايه؟ اداره، عفوا، يبقى لنا ايه؟ اداره. الصح يبقى لنا ايه؟ اداره. الاداره دهيت هي اللي هتدير امور المدينه لغايه ما الرسول ايه؟ يهاجر لهم. فال 12 نقيب دول قال لهم 9 من الخزرج و3 من الاوس. يبقى واضح تقريبا ان ال 93 دول كان عدد كبير منهم من الخزرج والعدد الاقل من الاوس. يبقى اذا اللي هيشترك في الاداره على حسب العدد بتاعه. المهم الرسول هدفه ايه من ده كله؟ اوعى تنسى دي، توحيد الصف، وده هدف سياسي. كده الرسول صلى الله عليه وسلم في الامر ده يا جماعه ارسى حاجتين اتنين. ارسى الديمقراطيه، قال لهم اختياره انتخاب. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام لو قال لهم انا اخترت فلان وفلان وفلان مش هيقولوا لا، سمعا وطاعة يا رسول الله، لكن قال لهم اختاروا انتم. يبقى خلي بالك الديمقراطيه ديت هتظهر في مواضع في الكتاب كتير. الديمقراطيه اللي هي الشورى، ده اول موقف عندنا اللي هو طلب منهم النبي انتخاب 12 نقيب. الحاجه الثانيه امرهم الرسول صلى الله عليه وسلم باختيار، ليه؟ لتوحيد الصف. ده هدف ايه؟ سياسي مش ديني، ان احنا نروح المدينه ما نختلفش مع بعضنا ونبقى كلنا ايد واحده ضد اعدائنا اللي هيبقوا في المدينه زي اليهود وزي طبعا المنافقون. ده كان اساليب النبي صلى الله عليه وسلم. مين يفكرني بقى؟ يبقى خدنا كم اسلوب في مواجهه اعداء قريش. واحد، الحكمه والموعظه حسنه. حكمه والموعظه ايه؟ حسنه، شطار. اتنين، الصبر والتحمل. الصبر ايه؟ والتحمل. ثلاثة، شطار، انقاذ المستضعفين زي ما سيدنا ابو بكر اشترى سيدنا طبعا ايه؟ بلال. اما الرابع الطواف طبعا او البحث عن مراكز جديده للدعوه خارج مكه. وقلنا البحث عن مراكز ده كان 3 اماكن. المكان الاول طبعا كان الحبشه، وعرفنا طبعا قصه الحبشه وفشلت في الاخر لما النجاشي سمع من سيدنا جعفر بن ابي طالب. الامر الثاني الرسول صلى الله عليه وسلم راح الطائف، وعرفنا برضو رحله الطائف انتهت طبعا برفض الدعوه وطردوا النبي صلى الله عليه وسلم. اما الامر الثالث طبعا وهو طبعا الطواف على القبائل. الطواف على ايه؟ القبائل. وطبعا جابت ثمره كبيره وانجزت عن 6 في المرحله الاولى، ثم 12، ثم 73 رجل وامرأتان. الإجمالي حوالي كام؟ 93. بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم وخدنا بيعتين 2، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. اللي يهمني بيعة العقبة الثانية ديت بعدها الرسول هيبدأ يفكر إيه؟ في الهجرة إلى إيه؟ إلى يثرب. سؤال طبعا بيسأل نفسه، أهل يثرب أقبلوا على الإسلام، ده الرسول اللي ما قعدش في وسطهم يعني في 2 2 أسلم 93، واللي اتربى في وسطهم حاربوه، واللي كانوا بيقولوا عليه الصادق الامين حاربوه وضايقوه. فحاجه غريبه، لماذا اقبل اهل يثرب على الاسلام؟ اولا ل3 اسباب. السبب الاول حاجه يثرب او اهل يثرب عموما الى من يلم شملهم. طبعا اوعى تنسى الاوس والخزرج كانوا في حروب طاحنه الاثنين مع بعضهم، ونفسهم يخلصوا من هذه الحروب، ورأوا أن الإسلام أو الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع بهذا الدين الجديد أن ينهي تلك الحروب. سئموا الحياة طبعا لأن مات كتير، عدد كبير جدا جدا من الطرفين. حاجة أهل يثرب أو حاجة يثرب إلى من يلم شملهم بعد الحروب الطاحنة ما بين الأوس والخزرج. الأمر الثاني معرفتهم اللي هم أهل يثرب، خلي بالك، من يهود يثرب بأمر الرسالات. اليهود كان عندهم في التوراة بتاعتهم أدلة كثيرة بتقول إن في نبي جاي وهذا النبي صفاته كذا وكذا وكذا. أهل يثرب بعضهم راح مكة ولما شاف هذه الصفات في محمد آمن بيه على طول. أنا عارف معلومة عندي من زمان، ماشي، أول ما شفت هذه المعلومة واضحة قدامي زي الشمس أكذب ليه؟ فإذا كان عندهم خلفية ثقافية أو خلفية دينية قبل كده من يهود يثرب، كانوا معرفينهم إن في بأمر رسالة في نبي جاي اسمه محمد. سبحان الله، أهل يثرب الأوس والخزرج آمنوا، أما اليهود قالوا لا. ده زعيمهم حيي بن أخطب قال إن أنا يعني هعادي محمد طول ما أنا عايش،
قال كده ولما عرف ان محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي اللي في مكة والأمارات بتاعته كذا وكذا 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 وهي اللي عندهم في الكتاب بتاعهم، قال والله عداوتي ما حييت. اليهود عندهم وحاربهم، أما أهل يثرب من الأوس والخزرج طبعا أمنوا. ليه بقى يا أستاذ محمد ديت؟ لأنهم يتميزون بالرقة واللين. أهم حاجة الكلمة ديت، عدم الكبر. الحقيقة واضحة قدام زي الشمس. وممكن كانوا عارفين في نبي جاي صفاته كذا وكذا وكذا، والكلام ده موجود في كتب التوراة بتاعة اليهود، واحنا حفظناها منهم وقالوا لنا عليه. احنا شفنا النبي ده بعينينا وشفنا الامارات دي كلها موجوده فيه، نكذب ليه؟ دي سمه موجوده في اهل يثرب. لكن مكه لا، مكه كانوا معاندين، كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم مع انهم عارفين كده. حتى ربنا قال لهم في القران ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله. لكن هو بيعاند نفسه، عاوز يعيش في الضلال اللي هو فيه، اللي هم اهل مكه. اما اهل يثرب لا، يتميزون بالرقه واللين طبعا وعدم الكبر. تعالوا نصنف الاسباب دي. إقبال أهل يثرب على الإسلام، حاجتهم إلى من يلم شملهم بعد الحروب الطاحنة بين الأوس والخزرج. ده وضع وضع اجتماعي. وضع اجتماعي. إن طبعا أهل يثرب مفككين، يلم شملهم. لم الشمل ده أمر اجتماعي. اتفقنا؟ طيب، معرفتهم من يهود يثرب بأمر رسالات، ده ممكن نسميه حاجتين اتنين. ممكن يكون سبب ديني، انا عارف معلومه دينيه عندي، عارف معلومه دينيه. ممكن يكون حاجه ثقافيه، انا قاري في تاريخ الرسل والانبياء. بس الاقرب طبعا ديني، ان انا عارف من يهود يثرب ان في نبي جاي من امر معرفنا بامر رسالات، وفي نبي جاي اسمه طبعا محمد. لكن ممكن يكون دي انا على اي دين تاني لكن عندي ثقافه بهذا الامر. اما طبعا ده امر اجتماعي. اتصافهم بالرقه او اللين وعدم الكبر امر اجتماعي. يبقى معظم الاسباب اللي خلت اهل يثرب يقبلون على الاسلام المعظم اجتماعي، ده سبب اجتماعي وده طبعا سبب اجتماعي. طيب، بعد ذلك جاءت طبعا الحدث الاخير في هذا الكتاب، في هذا الدرس اسف، وهو طبعا الهجره الى يثرب، اللي طبعا المدينه. طبعا ادي المدينه، ادي مكه وادي يثرب، حوالي 400-500 كيلو ما بين مكه والمدينه كما نعلم. طيب، الرسول هيروح يثرب ليه؟ امر النبي اصحابه بالهجره الى يثرب فرارا بدينهم. اوعى تنسى برضه بطش قريش والاذى والتعذيب كله. يبقى رحله الحبشه والطائف والطواف على القبائل والهجره الى يثرب، العامل المشترك بينهم كلهم قلنا الإيذاء والتعذيب. لكن السؤال بيسأل نفسه، لماذا يثرب؟ أمر إلهي، لو جه من ربنا للحبيب صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، مبايعة أهل يثرب يا باشا. وهتنسى في بيعة العقبة الثانية بايعوه على يا بنات شباب، بايعوه على يا رجالة حبايبي، بايعوه على الدفاعي. اوعى تنسى أهل يثرب بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في ده بيعة العقبة الثانية، بايعوه على الدفاع عن الإسلام، دفاع عن الإسلام ونصرته. بس يبقى أنا أروح عند واحد يحميني ولا ما يحميني، ولا أروح عند واحد أي كلام ممكن يسيبني أو يبيعني أو يخذلني؟ لا طبعا. يبقى اختار الرسول صلى الله عليه وسلم يثرب لسببين، الأمر الإلهي وكذلك مبايعة أهل يثرب له في بيعة العقبة الأولى والثانية، إنهم طبعا هيدافعوا عنه وينصروه. لما يقول لك في الامتحان مثلا السبب الرئيسي للهجرة إلى يثرب، وجاب لك الاثنين دول وجاب لك أي سبب كمان، السبب الرئيسي تختار مين في دول؟ المبايعة ولا الأمر الإلهي؟ لا، حسب ترتيب الكتاب يا شباب. طالما ده أجيب سبب في الأول يبقى ده الأولى، الأمر الإلهي بالهجرة إليها. طبعا الأمر الإلهي ولا المبايعة؟ طبعا طالما أمر إلهي فيش بعد كلام ربنا سبحانه وتعالى، يبقى الأولى طبعا بنختار لو قال لي السبب الرئيسي مفيش بعد كلام ربنا، ما تقوليش بقى لا مبايعة ولا غير مبايعة. طالما أمر وتوجيه رباني لا، لازم النبي صلى الله عليه وسلم يسمع طبعا الكلام ويهاجر طبعا إلى يثرب. قريش في الحبشة ما سابوهمش، وبعتوا عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص محملين بالهدايا للنجاشي، كانوا عندهم أمل يرجعوه. طب المرة دي أول ما عرفت قريش حاولوا منع المسلمين من الخروج بالخطف أو السجن، حاولوا اخطفوا واحد يداروه أو يسجنوه. خبر شفت وصلت لغاية مش عاوزين الفكرة الإسلام ديت تطلع بره مكة خالص. الحاجة التانية، قررت قريش عقد اجتماعا في دار الندوة وقالوا كده لابد من قتل محمد، قتل محمد
عشان نريح نفسنا خالص. ودي المره الثانيه اللي قريش بتقرر فيها قتل مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. المره الاولى امتى؟ امتى؟ استرجع موضوع المقاطعه، قرروا القضاء على الاسلام من قتل محمد. لكن مين اللي انقذهم من ايديهم؟ مين اللي انقذه؟ طبعا عمه ابو طالب، لما امر بني هاشم انهم طبعا يحموا النبي في شعب ابي طالب. المره دي اعلمه الله عز وجل بالمؤامره وامره بالهجره. لما قريش المره دي قررت القتل قال له لا، اسمع محمد، في كذا كذا ولازم ولازم تهاجر. التخطيط للهجره كم حاجه بقى؟ هم 4. اسمع بقى معايا، نتعلم التخطيط، نتعلم اداره المواقف. تمام. اولا الرسول عليه الصلاه والسلام مضمون له الهجره بامان، لانه ما بيعملش اي حاجه بمزاجه، امر الهي وربنا اللي يحميه وربنا اللي هيرعاه. ولكن بيقول لك لازم ناخد بالاسباب في كل حياتنا. العنوان ده والتخطيط الجاي. اول حاجه اختار الرسول علي بن ابي طالب. بعضنا فاهم ان الرسول حط سيدنا علي بن ابي طالب ينام مكانه عشان يخدع بس قريش لو شافوه كده بالليل ولا حاجه. لا 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 لا، ده سيدنا علي ينام في فراش النبي لكي يؤدي الودائع التي كانت لديه للناس. يعني ايه يا استاذ؟ تخيل كده قريش كفره وكلهم بيكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تخيل حاجه غريبه قوي، اي حد عنده فلوس وخايف عليها ما يستأمنش حد يعينها عنده الا محمد. تخيل ده تناقض. انت منين بتكفر بهذا الدين بمحمد ده، ومنين مش مستأمن حد في مكه كلها تحط عنده فلوسك الا محمد ده؟ طبعا دي حاجه غريبه. طيب يبقى الرسول بيعلمنا رد الودائع، دي حاجه تانية بقى سياسيه منه. ايه رايك لو انت مثلا واحد كافر وحاطط فلوس عند محمد وفجاه لقى محمد مشي تاني يوم الصبح وراح يثرب؟ اول حاجه هفكر فيها ايه؟ فلوس. تخيل بقى لو الرسول خد الفلوس معاه، لا كده هيزيد اعداء قريش، هيطلعوا وراه في كل طرق مكه يمين وشمال عشان يجيبوا الفلوس بتاعتهم. لكن لو لقوا الرسول خرج لوحده ومشي وفلوسهم موجوده، ماشي يمشي، احنا عايزين اهم حاجه الفلوس بتاعتنا. لكن بنتعلم من الامر ده رد الودائع. ادي رقم 1. اما رقم 2، ليله ما ربنا امره بالهجره راح الى بيت ابي بكر وكان يعلم، ماشي، وكان يعلم، بس كان امر سر بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي كان قد اعد راحلتين. شفت الصحبه الطيبه؟ اتعلم حسن اختيار الصديق اهو. الرسول بس مجرد ما اخبره بموضوع الهجره جهز جملين واكلهم وعلفهم تمام، واتجه بهم طبعا، اتجه بالجمل الى غار ثور. طبعا لو قلنا حاجه بسيطه، ادي مكه وادي مثلا يثرب في هذا المكان، ومكه كده اهوت. الرسول ما طلعش كده يا باشا، لا ده نزل في الجنوب خدعه لقريش، وقعدوا في غار ثور زي ما انتم عارفين 3 أيام. يبقى الاول رد الودائع، سيدنا علي بينام مكانه رد الودائع. الامر الثاني اختار مين؟ صديق جيد اسمه ابو بكر الصديق، كلنا عارفينه. والصداقه الجيده ظهرت في حته انه قد اعد راحلتين. طب بعد كده ربنا ضمن حمايته، ومع ذلك استخدم الرسول وصاحبه طرقا غير مألوفه. ماشي، طرقا غير مألوفه، يعني طرق مش معروف. بمعنى صح، لو قلنا مثلا مكه هيت معايا كده يا شباب، لو قلنا ادي مكة وادي طبعا مثلا ادي مكة عندنا كده اهوت، وادي مثلا يثرب. طريق يثرب مثلا معروف من مكة الى يثرب يمشي كده، الجمال تمشي كده تمشي كده تمشي كده مثلا. الرسول ما مشيش كده خالص بقى. الرسول قام جاي ماشي كده اهو طريق تاني خالص، تمام، ويقوم جاي داخل كده تاني خالص، ويقوم جاي داخل طريق تاني وكده بعيد عنهم بعيد عنهم خالص. طرقا غير مألوف. الهدف التضليل، محدش يقدر يجيبه. وطبعا بدايه تضليل المشركين بدات ان هو قاعد في غار ثور. غار ثور ده بالمناسبه جنوب مكه، المفروض يمشي ناحيه الشمال الى يثرب، لكن قاعد شويه في الجنوب، كله طلع ناحيه الشمال يدور، هو قاعد طبعا في اتجاه اليمن في الجنوب. التضليل. طيب بعد كده الاستفاده من شخصيات متعدده يا باشا. استفاده من، اسمع الكلمه ديت، اهل الخبره، اللي شاطر في مجال. حط الراجل المناسب في المكان المناسب. بيعلمك برضه في الهجره اهو استفاده. اذا واضح الاستفاده ديت ان هم شاطرين في المجالات دي. ولكن استفاد مثلا من فلان، نجيب فلان مثلا دكتور من جامعه مثلا امريكيه، من جامعه مثلا في انجلترا، هيدرس في جامعه القاهره مثلا في قسم الهندسه او كليه الهندسه حاجه كده معينه. اذا واضح ان الراجل ده اهل خبره. ماشي. طيب مين بقى؟ عبد الله بن ابي بكر.
لرصد التحركات اللي احنا بنسميه النهارده زي مخبر كده يخش في وسط قريش، بس قريش ما قدرتش تحس خالص ان هو بين الاخبار. وكان طبعا قريش ما نامتش من اول ما عرفوا ان محمد خرج من بيته ليلا، ماشي يا جماعه، وما عرفش يجيبوه هو ابو بكر طبعا، وجريوا على بيت طبعا ابو بكر والكلام ده، وعرف ان طبعا هو مشي والكلام ده كله. طبعا قريش انسعروا، ويعني جنونهم طارت بقى، وبداوا طبعا كل شويه اجتماع ونجيب محمد وما نجيبش محمد. لكن طبعا ده كان بيندس في وسطهم وينقل الاخبار الى رسول الله، وابوه ابو بكر طبعا في غار في غار ثور. وكده الرسول يبقى عارف اخبار قريش اول باول، عشان امتى يطلع وامتى يخليه شويه فين في الغار. طبعا الجميله اسماء بنت ابي بكر كانت تحمل الطعام زي ما انتم عارفين، التموين والامداد. اسماء، وكانت بتودي الاكل الصبح، وعلى حسب ما قرات كانت حامل، على حسب ما قرات في الشهر الثامن، وكانت بتودي الاكل الصبح 8 كيلو على غار ثور، وتروح الصبح وتيجي. يعني تخيل، يعني تمشي في اليوم 16 كيلو الصبح وزي اخر النهار تودي الطعام طبعا للرسول وابوها طبعا فين في الغار. كانت يعني اختارها الرسول، اكيد بيقول لك الاستفاده، اكيد عندها قدره على التحمل المشي طبعا في المكان ده. وبعدين كمان هي ست، يعني ما حدش ياخد باله اصلا خالص ان ست ممكن تمشي المكان ده كله تروح تودي اكل مرتين 2 في اليوم. ايضا عبد الله بن أريقط ده كان كافر بقى، لكن ما فيش مانع نستعين باهل الرسول بيعلمنا ما فيش مانع نستعين باي مله تانية طالما هنستفاد منه، ولكن في حدود ان يكون راجل ثقه. خلي بالك هو كان كافر لكن ثقه، والرسول استأمنه على هذا السر، وايضا كان ثقه، ما لم يخبر احد من قريش طبعا بموضوع هجره النبي صلى الله عليه وسلم. الراجل ده كان ملم بطرق الصحراء، وتنى مع الرسول من اول ما طلع من مكه لغايه ما وصل الى المدينه. اسمه عبد الله بن أريقط. اذا احسن رسول الله صلى الله عليه وسلم التخطيط للهجره. يبقى رقم واحد، مين اللي نام في فراشه؟ سيدنا علي ليرد الودائع. مين اللي هجر مع الرسول؟ ابو بكر، وده كان اعد راحلتين. طبعا الرسول استخدم طرق غير مألوفه ملتويه. وفي النهايه عشان بس نبقى عارفين، في خريطه عندكم بقى في الكتاب في موضوع الهجره، لو بصيت فيها كويس بتلاقي، بص معايا، لو دي يثرب كده اسمع معايا، هتلاقي قريش دي على طول كل طرق التجاره بتصل يثرب من الجنوب، الرسول دخلها من الغرب. بس لو معاك الكتاب اللي انا قلت لك ذاكر منه كتاب الامتحان او اي كتاب تاني، يعني في خريطه كده السهم الاحمر الرسول دخل طبعا مكه من يثرب من الغرب، وده دليل على انه استخدم طرقا غير مألوفه. ايضا الاستفاده من شخصيات متعدده. لما يجي بقى سؤال في الامتحان يقول لك مثلا، يعني نفترض عندنا مثلا سؤال مقالي يقول لك ايه الدروس المستفاده من الهجره؟ الدروس المستفاده الدروس المستفاده اي حاجه الرسول عملها صلى الله عليه وسلم نقدر نطبقها طبعا في حياتنا، دي اسمها الدروس المستفاده. ايوه الدروس المستفاده، يعني زي مثلا على سبيل المثال نقدر نقول اولا من الدروس المستفاده رد الودائع. ايوه نقدر نقول من الدروس المستفاده ان هو حاجه خاصه سيدنا ابو بكر، نقدر نقول حسن اختيار الصديق. نقدر نقول من الدروس المستفاده من دهيت السريه التامه في قضاء الحاجات. انت ناوي تعمل حاجه يعني في سريه تامه كده لغايه ما ربنا يكرمك بالحاجه دي، ابقى علينا تمام. طيب ايضا الاستفاده من اهل الخبره. اهو عندك اهو عبد الله بن ابي بكر رصد التحركات، اسماء بنت ابي بكر تمويل، وعبد الله بن أريقط كان كافر. وفي الاخر كلنا عارفين بيقول لي بنجاح الهجره وصل النبي الى يثرب، وكان اهلها طبعا استقبلوه طبعا استقبالا عظيما، ماشي. فكان يوم فرح وابتهاج لم ترى يثرب مثله من قبل. وبعدها بدأ النبي مرحلة بناء دعائم الدولة الإسلامية طبعا فين؟ في المدينة، ومواجهة الأخطار الداخلية والخارجية. إذا سؤال، في هنا مقارنة بين أهل الطائف وأهل مين؟ يثرب. من حيث الهجرة دول رفضوا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأدموا قدميه الشريفتين، فدعا ربه وعاد إلى مكة زي ما احنا عارفين. أما يثرب رحبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا موقف مختلف متناقض، أهل الطائف رفضوا بينما أهل يثرب رحبوا طبعا بالنبي صلى الله عليه وسلم. كده يا شباب خلصنا الدرس الثاني اللي هو عندنا ظهور الإسلام. يبقى برضو اللي احنا متعودين عليه نطبق كده تطبيق بسيط في بعض الأسئلة قبل ما نعمل إن شاء الله مراجعة شاملة على الفصل كله. طيب نبدأ بقى بالسؤال ده، بيقول
بعد دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، بدأ يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج لتحقيق أهداف. الرسول بيعرض نفسه على أهل الطائف بعد ما رجع من الطائف، لما كان في موسم الحج وعرض نفسه على الخزرج، يطلب أو لتحقيق أهداف ينفع دينية، ينفع علمية، ينفع اقتصادية، ينفع عسكرية. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد نشر دينه. اسمع معايا السؤال ده، هو ممكن اقول تحقيق اهداف دينيه، هو نشر الاسلام في خارج في خارج مكه. طيب هسالك سؤال، لو شلنا الكلمه ده وجبنا بدلها كلمه سياسيه، ينفع اختار يا استاذ؟ اولا علميه دي خالص مش موجوده، ولا طبعا اقتصاديه. ممكن نختار سياسي ولا عسكري. اسمع يا باشا، النبي صلى الله عليه وسلم حسب نص الكتاب كان يطلب الايواء، كان يطلب النصره، خدوني عندكم، أمنوني، احموني. إذا النبي كان يطلب هدفا سياسيا. إذا ممكن لو جه ديني تمشي، اللي هو يريد نشر الدعوة الإسلامية خارج مكة، طالما الطائف مش نافعة بقى خلاص، تمام، أو الإيواء والنصرة. لكن عمره ما يخيرك بين الاثنين دول. وصلت الرسالة؟ عمره ما يخيرك بين الدين والسياسي. سؤال بيقول: يعد القاسم المشترك بين رحلة النبي إلى الطائف وطوافه، يعني عرضه على القبائل في موسم الحج. الرسول في الطائف، ولما عرض نفسه على القبائل اللي هم الخزرج، اللي هم 6 لو انت فاكر، ثم 12، ثم 73 امرأتان، العام مشترك. هل كان يريد النبي البحث عن مركز جديد للدعوة، ولا التماس النصرة من قبيلة الخزرج؟ طبعا لو قبيلة الخزرج ما كانش يروح الطائف. طيب نشر الإسلام خارج شبه الجزيرة، خارج شبه الجزيرة، ده الطائف اهي، ماشي يا جماعة. وطبعا الخزرج كان بيجوا مكة، ما تنفعش. طيب التمهيد لهجرة المسلمين خارج شبه الجزيرة، طبعا لا دي ولا ديت. النبي كان يريده، وطبعا قلنا ده من أساليب مواجهة قريش، إنقاذ المستضعفين، الصبر والتحمل، الحكمة والموعظة الحسنة، والبحث عن مراكز جديدة للدعوة في خارج مكة. تمام. ادي سؤال كمان، سؤال بيقول لي: مثلت يثرب التربة الخصبة، مكان كويس نمت فيه الدعوة الإسلامية بفضل قوة العلاقة بين الرسول وأهلها، ولا كان يعرفهم، قربها من بلاد الحبشة، مكة قريبة من الحبشة، ده مكة اهي، يثرب اهي، آسف يثرب، والحبشة تحت هنا، لا طبعا ما تنفعش. موقعها الجغرافي المتميز، ولا طبائع وسمات أهلها؟ طبعا كلكم شطار عارفين ان اهل يثرب كانوا يتسمون بالرقة واللين وعدم الكبر. اللي بعده: هدفت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج من مكة أول مرة. الرسول طالع من مكة عشان ينشر الإسلام، الهدف يعني السبب اللي خلاه خرج من مكة ينشر الإسلام. أولا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالخروج من مكة أول مرة. أولا أول ناس خرجوا من مكة راحوا فين يا شباب؟ حبشة. قال لهم روحوا الحبشة عشان نشر الإسلام في خارج مكة، ولا علشان فتح مجالات العمل أمام المسلمين يشتغلوا بقى في التجارة أو الزراعة أو أي حرفة هناك، ولا علشان التخلص من اضطهاد قريش، ولا معرفة بلاد الحبشة وأهلها؟ طبعا ده لا، طبعا ما ينفعش. قلت يا جماعة هجر الحبشة أو الطائف أو الطواف على القبائل أو يثرب، كله طبعا بيشترك في هذا السبب، يبقى التخلص من اضطهاد قريش. اللي بعده بيقول: تعين على نوائب الحق. مين الكلمة ديت؟ مين اللي قالها؟ السيدة خديجة رضي الله عنها. قالتها لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع من غار حراء. قالت له بقى إنك تعين على نوائب الحق، وقالت له والله لا يخزيك الله أبدا. اتضحت طبعا تلك الصفة عند النبي صلى الله عليه وسلم. تعين على نوائب الحق يعني تنصر المظلوم، تنصر المظلوم. ظهرت في وضع الحجر الأسود، وهذا الحجر الأسود ظهرت فيه حكمة النبي، عالج طبعا المشكلة بطريقة جميلة. الانتصار للأعرابي، ماشي، اللي هو طبعا كان واقف قدام الكعبة وبيشتكي وبيقول إن أبي الحكم قد غلب علي حقي وخد مالي. ممكن المشاركة في حلف الفضول، على فكرة الرسول ما شاركش فيه،
هو يعني قال كده حتى بعد الإسلام: لقد شهدت حلفا في دار ابن جدعان اسمه حلف الفضول، ولو دعيت إليه لأجاب. لو قالوا تعالى احضر كنت أحضر، لأن أصلا مبدأ الحلف جميل، كان بيقوم طبعا عن نصرة المظلوم. أما التأمل في الغار لا طبعا. إذا الانتصار للراجل الأعرابي اللي كان واقف قدام الكعبة وبيشتكي إن أبو الحكم خد طبعا إبل ولم يعطيه ماله. طيب، من خلال دراستك لطفولة الرسول صلى الله عليه وسلم يتضح أن صفاته تأثرت في تلك المرحلة بالجوانب. خلاص، صفاته إيه الرسول في مرحلة الطفولة تأثر بإيه؟ صفاته كانت إيه؟ تعلم الرأفة، تعلم العطف، تعلم لين الطبع. اتعلمها من، طبعا بيقول تأثرت في تلك المرحلة بالجوانب. هل السياسة اللي علمته صفة مثلا العطف؟ هل السياسة اللي علمته صفة لين الطبع؟ والسياسة هي اللي علمته الرأفة؟ تمام؟ لا طبعا. هل طبعا الجوانب الطبيعية، الطبيعة اللي قدامنا؟ لا طبعا. الاجتماعية؟ أيوة طبعا. إن الرسول صلى الله عليه وسلم مارس حرفة رعي الأغنام، أيوة طبعا ده جانب اجتماعي. حرفة الراعي تعلم منها لما كان الرسول رفض أن يكون عبئا على عمه أبو طالب وطلع طبعا إيه لراعي الأغنام، اتعلم بقى إيه العطف واللين الطبع وتعلم إيه الرأفة. أما الجانب الثقافي طبعا مرفوض عندنا. تمام. يقول لك: هدأت السيدة خديجة من روع النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي. قالت له العبارة اللي احنا ايه جميلة: كلا والله لا ما يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتكرم طبعا ايه وتقر الضيف او تكرم الضيف وتعين على نوائب الحق. يمكن تصنيف هذه الصفات على أنها من الصفات. ينفع سياسية؟ في إجابات كده بعيد خالص. ينفع اقتصادية؟ لا طبعا ايه لا خالص. دي عادات اجتماعية عند العرب، صلة الأرحام وإكرام الضيف. ماشي يا جماعة، دي صفات ايه اجتماعية عند العرب، لكن دينية طبعا لا طبعا. اتفقنا؟ تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب طبعا المعدوم وتكرم الضيف. يعني بعتذر معلش، لا هي بعد كده قصدي السؤال ايه؟ يمكن تصنيف هذه الصفات على انها من الصفات؟ ايوه طبعا صفات دينية. معايا تاني؟ صفات طبعا دينية. ربنا أمرنا بصلة الرحم، ربنا أمرنا طبعا إن احنا نساعد الغلابة، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة زي ما احنا عارفين. ربنا أمرنا نكرم الضيف، قلت لك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وربنا طبعا أمرنا طبعا احنا نعين على نوائب الحق. طبعا دي صفات دينية. يمكن يقول لك اهو يمكن تصنيفها. طيب، اشتهر المجتمع العربي قبل الإسلام ببعض العادات الحسنة. ماشي. في ضوء هذه العبارة حدد أي من هذه العادات ظهرت في حادثة الصحيفة. هل القوة؟ هل الكرم؟ هل نصرة المظلوم؟ أيوة طبعا، ده كان من ضمن العادات الإيجابية عند العرب قبل الإسلام، نصرة المظلوم. اللي بعده بيقول: تغلب طبعا عندنا، تغلب الانتماء طبعا العرقي على الانتماء الديني في مكة من خلال إنهاء المقاطعة وفك الحصار، ولا عرض قريش على الرسول صلى الله عليه وسلم من السلطة، ولا هجرة المسلمين الحبشة، ولا إنقاذ المستضعفين. تغلب الانتماء العرقي. واحد بص لواحد قريبه مهما اختلف معاه في الدين. فهمت السؤال؟ واحد بص للقرابة اللي بيني وبينك، انت من قبيلتي او من عيلتي، حتى لو اختلفت معاه في الدين اهو. يبقى الانتماء العرقي تغلب على الانتماء الديني. الإجابة الصحيحة في إنهاء المقاطعة. قلنا واحد من أشراف قريش هو طبعا اللي فضل موضوع المقاطعة. لكن طبعا عرض قريش على الرسول المال والسلطة لا طبعا، ولا ديت ولا هجرة المسلمين الحبشة. حق اللجوء السياسي أحد المفاهيم المعاصرة في وقتنا الحالي، وقد طبق المسلمون هذا المفهوم في العام السابع من البعثة من خلال اللجوء السياسي. إن أنا مثلا ممكن أكون مضطهد في بلدي، ممكن دولة تانية تفتح لي المجال أروح عندها أقعد عندها، اسمه لجوء سياسي. طيب، ده ظهر في هجرة الطائف، ده طردوا النبي صلى الله عليه وسلم. هجرة الشام دي ما حصلتش. الهجرة إلى الحبشة ده لجوء سياسي، ولا نختار الهجرة إلى إلى يثرب؟ طبعا اللجوء السياسي الهجرة إلى الحبشة. سيدنا جعفر بن أبي طالب قال له: اخترناك على من سواك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. إنما الهجرة ليثرب مش لجوء طبعا، لأن أصلا أهل يثرب كانوا مستنيينه. أهل يثرب كانوا مستنيينه ومصرين إن هم هيحموه طبعا من طبعا عداء طبعا قريش. طيب اللي بعده
عندنا سؤال بيقول: طبق أبو بكر الصديق طبعا المفهوم المقابل من خلال موقفه مع، هل التكافل، بيقول العبارة كده: التكافل مفهوم قائم على المساعدة المتبادلة بين مجموعة من الأفراد للحماية في مختلف طبعا المخاطر. تكافل مفهوم قائم على المساعدة المتبادلة، مجموعة من الأفراد الحماية. طبعا ده سهل، سؤال سهل. سيدنا أبو بكر طبعا، سيدنا أبو بكر أنقذ سيدنا بلال بن رباح، لكن طبعا ما حصلش مع ده ولا مع ده ولا مع ده. أي من الصفات الآتية اعتمد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في اختياره الأشخاص الذين ساعدوه في الهجرة؟ طبعا عنصر الكفاءة، ولا النوع رجل يعني ولا ست، ولا اللين، ولا الدين؟ طبعا الكفاءة كلكم شاطرين عارفين، لأن الرسول كتاب قال كده: الاستفادة من شخصيات متعددة. السؤال قبل الأخير بيقول: عرضت قريش على الرسول المال والسلطة، ده في المفاوضات، مقابل ترك الدعوة، لكنه رفض، ويدل ذلك على: هل قوة الدعوة في مكة، ولا الانتشار السريع الإسلام، ولا كذب ادعاءات طبعا قريش طبعا عنه، ولا الثراء الاقتصادي لقريش؟ تاني: عرض قريش على الرسول المال والسلطة، تمام، مقابل ترك الدعوة، لكن طبعا ايه؟ رفض. ماشي يا جماعة؟ طبعا قوة الدعوة، لا، الدعوة ما كانتش قوية في مكة، ولا انتشار سريع الإسلام. أما كذب ادعاءات قريش، انتوا بتقولوا عليا حب المال والسلطة، حب الزعامة أو غير ذلك، لا يا باشا، أنا مش عاوز الكلام ده كله، ولا يلزمني طبعا الكلام ده كله. للإجابة طبعا إيه الصحيحة: أي من الأسباب الآتية لم يكن سببا في إقبال أهل يثرب على الإسلام؟ طيب، في سبب اقتصادي، احنا قلنا يتسمون باللين، عدم الكبر، معرفتهم بأمر رسالات وقرب زمن ظهور محمد، وكذلك كانوا في حروب طاحنة ما بين الأوس والخزرج. سبب عسكري كان موجود، الحروب ما بين الأوس والخزرج. السبب الديني، معرفتهم بأمر رسالات. السبب الاجتماعي، كان في حروب طاحنة، وفي حاجة إلى من يلم شملهم، وكذلك أيضا كانوا يتسمون باللين وعدم الكبر. إذا ده في الاقتصاد، ده ما كانش موجود عند أهل يثرب خالص، عشان طبعا يخشوا فين؟ في الإسلام. دي كانت أسئلة سريعة كده على الجزء اللي احنا شرحناه النهاردة، وننتظر إن شاء الله مراجعة شاملة على الدرس الأول والدرس الثاني، قبل أن نبدأ طبعا في الدرس الثالث، اللي هو طبعا دعائم بناء الدولة الإسلامية. وإلى أن نلتقي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشطر أب، تعليمك بقى أشطر.